هو الموال ده مش هنخلص منه. جليلة المغربية وتامر حسني. جليلة المغربية قلبت السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت، وتصريحات نارية واعترافات جريئة. الجمهور بيسأل، هي كانت تقصد تامر حسني؟ القصة يا صاحبي بدأت لما جليلة ظهرت ضيفة في برنامج المؤثر الحقيقي مع ريما الكركي، وحلقة ما كانتش عادية خالص. جليلة المغربية قالت جملة غريبة جدا، هتفهم منها دماغها رايحة على فين. جليلة قالت إن هي بتأيد دينا الشربيني في علاقتها مع كريم محمود عبد العزيز، رغم ان هو ساعتها كان متجوز آن الرفاعي، وقالت ان الراجل ما بيتخطفش، وهي ما عندهاش مانع ان هي تعيش مع راجل، وكمان ما عندهاش مشكله ان هي تكون الزوجه الثانيه. وقالت خبر غريب جدا، ان الارتباط الرسمي ممكن يحصل في الصيف ده. ونخش بقى في الحدث المهم وعلاقتها بتامر حسني. جليلة فتحت الملف ده تاني، وقالت ان هو اللي فتح معاها موضوع الحب، وقالت ان كان في بينهم رسايل ومكالمات لحد الفجر. ومش بس كده، دي كشفت كمان عن اول قبله بينهم كانت في البحرين، مسجله اسمه على موبايلها ببابي، لأنه كان بالنسبة لها الأمان والسند. وقالت كمان إن بسمة بوسيل خطفت منها تامر حسني، لكن دلوقتي هي خلاص مش زعلانة معاها. ولغاية هنا انتهى الفيديو. السؤال بقى، جليلة فعلا كانت تقصد تامر حسني اللي هي اللي هتتجوزه في نهاية الصيف دوت، ولا كانت تقصد حد تاني؟